السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا كلكم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. متنسوش اللايك والاشتراك. والنهاردة بقى عاملين لكم فيديو جديد عن رحلات اليوم الواحد مع شركة الرهف. دي آخر مجلة. زي ما انتم شايفين دي شركة الرهف في اسكندرية ب200 جنيه. التحرك بيبقى الساعة 6:30 من عند سانتا تريزا. محطة سانتا تريزا اللي هي اللي هي قبل الخلفاوي. رحلة شاملة للانتقالات الأتوبيس مكيف، الفطار وزيارة القلعة ودخول شاطئ سيدي بشر. كل ده حاجات اختياري. عاملين لكم فيديو عليها بكل التفاصيل. احنا بنعمل فيديو مجمع وفي فيديو بيبقى لكل رحلة لوحدها. برضه عندنا رحلة بورسعيد دي ان شاء الله بتطلع. يعني احنا شباب وكده بنطلعها كل جمعة. عايزين تطلعوا معانا تمام في الجمعة او سبت. برضو رحلة بنطلع احنا مع الرهف. برضو الناس اللي كانت بتسأل على الجروب بتاعنا وكده، الرهف عاملاها كل يوم وليها تواريخ معينة. برضو أحلى حاجة في رحلة اليوم الواحد في بتاع بورسعيد اللي هو بيعديك المعدية وبيوديك بور فؤاد والبيوت الفرنسية وبيوديك اللي هو جبل الملح. بصراحة رحنا فيها جميلة جدا. اي حد عايز يروح يحجز بيروح ينزل محطة سانت تريز او ليهم فرع تاني في فيصل. بتحجز عادي كاش او بتحجز فودافون كاش او بتحجز عن طريق يعني لو بالتليفون بيبقى فيه برضه ارقام تليفون. وبرضه بيبقى بس لازم الحجز بيكون قبليها باسبوع او اكتر. طبعا كلكم منورين القناة وطبعا كل يوم في مكان. وعايزين بجد تكتبوا لنا كده لايك واشتراك عشان نوريكم كل حاجة جديدة. طبعا احنا لما رحنا بورسعيد اتصورنا في سوق السمك القديم وسوق السمك الجديد وسوق البالة وحي التلاتين. ويعني بجد بجد انا اسماعيلية بتبسط فيها جدا. ورحنا عند علوش ورحنا عند الفار. بجد كانت رحلة جميلة قوي واحنا عاملين عليها اكتر من فيديو عندنا. وبيبقى العودة الساعة 6:30. رحلة وادي الريان احنا طلعناها السنة اللي فاتت، طلعناها مع كذا شركة. وادي الريان حلاوتها بس اللي هو طبعا سعرها مناسب جدا 250. بس في شركات تانية بتبقى أعلى وبس هنا مبيبقاش فيها الجبل الدوار. هنا بيبقى فيها بحيرة قارون والبحيرة الكبرى والتزحلق على الرمل ويعني بيبقى وبرضه الشاي والشاي على الفحم والمارشميلو على الفحم. وبرضه بيبقى الذهاب ب6:30 والعودة بتبقى الساعة 5. بصراحة برضه رحلة جميلة قوي واحنا الجروب اللي كنا طالعين فيه بجد جروب جميل قوي وعاملين برضه فيديو عليها. انا النهارده مش بتكلم ولا على رحلات مرسى مطروح ولا رحلات شرم. ولا لو حد عايز يخش في التعليقات هتلاقي اول تعليق حاطط فيه اللينك بتاع كل الفيديوهات. يعني اللي عايز الفيديوهات بتاعة المصايف او عايز الفيديوهات بتاعة الرحلات خش تحت هتلاقي كل الفيديوهات اللي انت حاببها. آه وبرضو زي ما انتم شايفين دي رحلات اللؤلؤة السخنة اللي هي العين السخنة. كانت في ناس بتسألني على رحلات في ناس كانت بتسأل على رحلات اللي هي بتاعت اللي هي اليخت وكده. برضو دي احنا عاملين لكم عليها فيديو لوحده. ودلوقتي رحلات الريف العربي برضو زي ما انتم شايفين 525 و375 و350. الريف العربي برضو جميلة قوي عشان خاطر اللي فيها حمام سباحة كبير وفيها 2 حمام سباحة صغير وفيها اكوا بارك. في ناس دلوقتي تقول لك لا احنا خلاص داخلين على الشتاء فانا خايف. في ناس بتحب تروحها جدا برضو. الولاد بتتبسط وبتلعب فيها برضو. الجو لسه ما بقى ساقع قوي. هي حلاوتها طبعا في الفطار. الفطير والعسل الابيض والعسل الاسود والجبنه وبرضه في الغدا برضه سمان وفرخه وسيخ كفته الاطفال برضه هنا بيتحسب من اول 4 سنين بيبقى طفل. من اول 5 سنين. افريكانو بارك واسكندريه دي ب500 جنيه.
وبرضو جميلة جدا، خصوصا الناس بقى اللي بتحب الحيوانات، وخصوصا اللي حديقة الحيوانات لسه قافلة. بتبقى التحرك الساعة 6:30. دخول أو حديقة الحيوان اللي هي المفتوحة الأول دي خالص. بعد كده دخول بيوت الطيور، وفي رحلة نهرية، وفي رحلة الكهف والسفاري. آه، في في بيت الطيور ده بتتصور مع طيور حلوة قوي وبغبغان، وهتشوف الصور اللي احنا منزلينها ويحطها على كتفك، ولو معاك أطفال هيتبسطوا جدا. والرحلة النيلية برضو دي بتخش جوه بحيرة، وبيبقى فيها حيوانات ممكن تتصور معاها، وممكن تأكلها كمان بإيدك. وغير كمان في الكهف بيبقى فيه بقى كذا حاجات بقى جميلة قوي. وغير بقى دي الاختياري بتبقى رحلة السفاري وبعد كده التجمع يعني اسكندرية بيروح الساعة 1 الظهر. والجولة بتبقى حرة في خالد الوليد، وبعد كده بتبقى الساعة 6:30 التحرك. بصراحة رحلة تحفة تحفة تحفة، واحنا اتبسطنا فيها جدا. زي ما انا قلت لكم بقى، يعني انا برضو نبذة برضو شاملة كده. دي برضو رحلة اسماعيلية، الناس اللي كانت بتسأل عليها 275. رحلة الغردقة. دي رحلة شرم، هعمل لكم فيديو عليها لوحده، بالأسعار، بالأيام المتاحة، بصور الفنادق، عشان في ناس بتقولي احنا عايزين صور الفنادق نفسها وفيديوهات من. برضو دي في فطار في وجب يعني هنا، زي ما انتم شايفين في البرنامج اللي هو نص إقامة، اللي هو فطار وعشاء والانتقالات من وإلى القاهرة. وفي بقى اللي هي الإقامة 4 أيام، دي بفطار وغدا وعشاء ومشروبات. دي برضو تحفة، ودي ناس كتير طلعوها، وحتى أنا عامل فيديو عليها. وغير طبعا فيديوهات دهب، غير غير فيديوهات كمان. يعني الحمد لله الحمد لله احنا يعتبر مع شركة الرافع عملنا كل الفيديوهات. وبرضو دي شقق اسكندرية. دي شقق اسكندرية. قبل بس ما انهي الفيديو كده، عايزكم كلكم تعملوا لنا لايك واشتراك للقناة وتنورونا. وزي ما انتوا عارفين احنا الحمد لله الحمد لله ناجحين بيكم. والحمد لله الحمد لله وصلنا دلوقتي للتارجت بتاعنا. والحمد لله الفيديوهات بتاعت الشركات السياحة دي بتعجبكم قوي. عايزين بس تشجعونا كده حبيبي يا عمر، تعملوا لنا لايك واشتراك وعايزينكم كمان تطلعوا معانا. كل الناس اللي تشوف الفيديوهات دي، عايز اي رحلة عايز تطلع معانا، انا بسيب رقمي. عايز تطلع في اي رحلة منهم كلمني ونطلع مع بعض، ويبقى يوم جميل. واي جروب عايز يطلع برضو احنا بنعمل على طول رحلات مع بعض. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم. وما تنسوش تصلوا على النبي وتذكروا الله وما تنسوش اللايك، وما تنسوش تعليق جميل منكم كده. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.